من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها لا تركضوا وارجعوا إلى ما أوتيتم في مساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض من عنده لا يستكبرون عن عباده ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سپاری ټول ته تقسیم کی سپاری نه بیا قرآن شریفونه راواخلئ ښا ټول ته ورکړئ. لا يسأل عما يفعلهم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون من يقول منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمن وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم تهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها موردون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ټول تور کې قرآن شریفونه ښه ټول تور کې داسې الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافر خلق الإنسان من عجب سأريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم باغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يشعرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم رفعة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم الرشد من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا وجدنا بالحق من أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا
إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم يغفر لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسق وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما واستخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فأنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفا تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. الذين كفروا قالوا يا ويلنا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم منها واردون كانها آلهة معبودة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كذبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة
فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من يرد إلى أرض العمر من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لو خذ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد. ومن الناس من يعمل الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره وأقرب من نفعه والإحسان والبئس العشر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسبح من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري فيها الأنهار من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباد ومن يطفه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع لكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح مكان سيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها للبيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال له التقوى منكم. كذلك سخرها لكم تقبلوا الله ما لكم من شر محسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله لا يحب كل خوان كفر. ومن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصرن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والنهي عاقبة الأمور. وإن يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب المدينة وكذب موسى فأمر بالكافرين ثم أخذوا كيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإنه من عند ربك ألف سنة ثم تعودون كأي من قد أهلكناها وهي ظالمة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أرسلنا من قبلكم رسولا ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى شيطانا في يده فينسخ الله ما يلقى ثم يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ينزعون في شقاق بعد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم إن الله لهدى الذين آمنوا الناس المستقيم ولا يزال الذين كفروا في منكم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا ما داموا الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ويدخلنهم إن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في إن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله استخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكه فلا ينازعنك في الأمر ادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل له عليما ألم تر أن الله يعلم ما في السماء ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم للظالمين من نصر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا بئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ربكم واغفروا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حقا واجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. لا تقسمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات يا أحل المشكلات يا دافع البليات يا مجيب الدعوات يا منزل البركات يا مجيب الدعوات يا منزل البركات يا منزل البركات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ورونو دا قرآن شریف دا سفارو سمره تلاوت چوشو ختم خواجاگان شریف دا صلحاء و بزرگانو بخصوص دا من علماء دیوبند مشایخو شیخنا و مرشدنا و استاذنا مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقدہ او خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ جناب پیری طریقت عزیز الرحمن ہزاروی صاحب حفظہ اللہ او زمانگا سیدی و مرشدی جناب قاری صاحب بشیر احمد مدنی صاحب دا پیر سباق شریف زمانگا پیر مختار الدین شاہ صاحب دا کربوغی صاحب او زمانگا نور مشایخ عظام دا ټول په داسې حالاتو کې ذکر اذکار طرف ته د مریدانو توجه راګرځئ. زمانگا دا علماء دیوبند سره نسبت دی د خپلو مشایخو د هغوی هم دا یو طریقه وه په داسې حالاتو کې رجوع الی الله په خوله باندې استغفار ویل کثرت د درود شریف د تلاوت د قرآن کریم صدقات ورکول دې ټولو کې شپه کې عبادت قیام اللیل الله ته جړل دا زمونږ د دیوبند مشایخو د کبارو په داسې حالاتو کې هغوی خپلو ملګرو ته مریدانو ته شاګردانو ته دا وصیت کوي چې بچو دې وخت کې الله طرف ته رجوع وکړئ. نو الله دې زمونږ دا ختم د سپارو د قرآن شریف دا ختم او د ختم خواجاگان دا سو اذکار څه کلمات چې موږ د مشایخو نه اورېدلي وو هغه مو تلاوت کړل. د دې ټولو د الله رب العالمین څومره امت مسلمه چې دی چې دا کرونا وایرس بیماری لګېدلې ده الله دې د ټولو دپاره دا شفا وګرځوي. هغه اهل کفر اسلامي ملکونه چې نه دي او هغه غیر اسلامي ملکونه دي هغې کې مسلمانان دي زمونږ دا عقیده ده چې امریکا کې چین کې هر یورپ څومره ملکونه چې دي ټول کې مسلمانان هم شته دی. الله دې د ټولو مسلمانانو خپل طرف ته رجوع وګرځوي او د غیر نه زمونږ دا رجوع الله کټ کړي چې هر څه کولو والا ذات الله دی. تاسو ټول په دې اقرار وکئ د هر څه کولو والا ذات څوک دی؟ الله. زمونږ دا عقیده ده د شر او د خیر د بیمارو راوستو او د ختمېدو د دې ټولو اختیار چا سره دی؟ الله سره. زمونږ د عقیده ده خو بعضې تدابیر چې هغه شریعت کې منع نه دي د هغې نه مونږ او تاسو کوشش کوو چې ځان وساتو. هغه ځایونه چې هغې ځای کې بیمارۍ دي مونږ او تاسو ته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ارشاد دی چې کوم ځای کې وبایي مرض راشي هغې له تاسو هجرت مه کوئ او چې کوم ځای کې وبا مرض وي د هغې ځای نه هجرت مه کوئ ځکه چې دا د امت مسلمه دپاره که په داسې بیمارۍ کې یو مسلمان مړ شي نو هغه شهید دی. دې ته وبایي مرض وي. نو موږ او تاسې به چېرته د الله د ځمکې نه وتښتو هېڅ چېرته هم زمونږ د نجات ځای نشته ما سوا د الله د ذات نه. بچ کولو والا ذات الله دی. موږ او تاسې به الله بچ کوي. نو د الله نه به هر وخت غواړو کورونو کې هم داسې سلسله شروع کوي چې ختم خواجاگان درود شریف سلسله تلاوت سلسله د استغفار سلسله دې ته رجوع کوي. په چا باندې زکات پاتې زکات ورکوي چا باندې د بل مسلمان حق دی قرض دی ور باندې هغه په ژوند د مرګ نه وړاندې هغه ادا کوي کوشش وکوي چې د چا قرضدار لاړ نشم. او بله خبره دا درنو چې موږ او تاسو کې به داسې وخت حالات داسې کله کله راشي داسې وخت نه خلق فایدې اخلي. ګورئ داسې وخت دی چې د غریب سړي دیاړي بنده شوه د هغې 600 روپۍ دیاړي ده. نو ټیک ده چې حکومت ورته 3000 روپۍ اعلان وکړو خو د حکومت د خزانو نه بیا راوباسي څوک یو او دویم دا 3000 روپۍ دې دپاره دومره شرمخان هلته ناستي د دې چې بیا دې غریبانانو ته رارسېږي نو په دې باندې به 3000 نورې لګوي. نو بس په دې وخت کې اوس رجوع الله ته وکړئ. او زما د خپلو مسلمانانو نه دغه دی سوال دی چې څومره غریبانان په ګوان کې وي دې سره مالی تعاون کوئ د خپلې خولې نوړۍ ورسره نیموئ چې خدایه زما په کور کې نن ګزاره کېږي زما د بل مسلمان دا تحدیث بن نعمت درته وایم مرونو تحدیث بن نعمت درته وایم دا نه وایم چې زه ډېر لوی سړی یم هېڅ هم نه یم. بله ورځ موږ یو ملګری و هغه راغی ویلې اوړه په کار دي
زلالم کور ته مالک کور کې وړي نو یو چا ویل چې رجی تاسو ته موږ یو تونه وړي ښودلې ما کسر مال د هغه ته ورکړه زمونږ بس 2 ورځې کار کېږي سبا بیا خدای لوی دی نو یو دا جمعواریانې مه کوئ کوشش دا وکړئ څومره مسلمانان چې په دې وخت کې د یو بل تعاون وکړي یو بل ته لاس ورکوي یو سړی دی چې د هغه په کور کې د 10 روپو درک نه لګي او هغه وړو دکان ته لاړ شي وړه نه میلاویږي ورته نو دې وجې نه وروڼو دا یو وصیت درته کوم د الله د رضا دپاره چې په یو بل باندې به صلې رحمي کوو د غریبانانو تعاون به کوو ملک دپاره او ټول اسلام ملکونو دپاره او وروڼو زما یو ساده خبره ده موږ عام انسانیت ته دعا غواړو چې خدای د دې مرض نه بچ وساتي ګورئ وروڼو که څومره کافران دي دا پیدا کړي چا دي الله خدایا دا بیماری ورته ذریعه د ایمان د راوړو وګرځوه داسې دعا کوئ داسې مه وایئ چې خدای دا کافر په ټول تباه کړي ځکه چې دا کافر هم د الله پیداوار دی خدای پیدا کړي دي چې خدای پیدا کړي دي الله دی د مرګ نه وړاندې ایمان نصیب کی د مرګ نه وړاندې دی الله ایمان نصیب کی او دا وبا بیماری دی ورته خدای پاک د ایمان د راوړو ذریعه وګرځي نو لاسونه برکه دعا وکړي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه رونو دعا وکړي خدایا د ټولو مسلمانانو په زړه کې الله خدای خپل ذکر د خپل استغفار د قرآن کریم د تلاوت د مسلمانانو سره د همدردۍ الله دا جذبه راوچته کړي خدایا زمونږ د زړونو نه الله نفرتونه ختم کړي په ځای د دې چې موږ یو بل مسلمان نه ځان لرې ساتو یا الله دا مسلمان خدایا د دې بیماری نه لرې وساتي الله خدایا دا انسان د دې بیماری نه لرې وساتي یا رب یا ارحم الراحمین خدایا څومره مسلمانان الله څومره اسلامي ملکونه ګوري یاد ساتئ بعضې داسې علاقې دي چې هلته نه میډیا شته نه بل څه شته دی نه د هغوی اسپتال شته نه د هغوی علاج معالجه شته نو که هغوی ته بیماري ولګي هغوی به څه کوي دعا وکړئ یا الله نوم انسانیت الله د دې وبایي امراضو نه بچو ساتي خدای موږ بچو ساتي الله زموږ بچي بچو ساتي څومره بیماران دي رب العالمین خدای زموږ په دې محله کې الله زنانه دي مردانه دي الله اسپتالونو کې دي کورونو کې دي رب کریم دې حاضره جمع کې دي الله موږ سره خدای ته غیرتی او کریم مهربان رب الله زموږ ټولو مقتدیانو ته زنانه او مردانه ته الله ټول امت مسلمه ته د بیمارونو شفای کامله عاجله نصیب کړي الله داسې بیماری دي خدای چې موږ په علاج نه پوهیږو ډاکټران ته عاجز دي ګوره ویل کینسر لا علاج بیماری ده داسې بیماری راغله چې اوس په حساب نه پوهیږو داسې وبا راغله نوم ورته عجیبه نوم کېښودلی شو یا الله خدای څنګه چې نوم سخت دی وبا دې سخته ده دا ستا عذاب دی الله موږ د خپل عذاب نه بچو ساتي الله موږ د خپل عذاب نه بچو ساتي الله موږ د خپل عذاب نه بچو ساتي الله کریم خدایا امت مسلمه د دې بیمارونو نه بچو ساتي الله کریم خدایا څومره بیماران دي الله په دې بیماری مبتلا دي یا نورو بیمارو باندې زموږ دا ورور زموږ د دې مدرسې خیرخواهان دي زموږ دا ګاونډیان ټول چې څومره بیماران دي الله دې ټولو ته خدای روغ صحت ور نصیب کړي الله کریمه ډېرو ملګرو موږ ته موبایلونه کړي بار ملکونو نه دې ځایونو نه پاکستان ګوټ ګوټ نه چې نن دعا د وایرس باره کې وغواړئ یا الله موږ خدای ټول مسلمانان د دې وایرس نه بچو ساتي او څومره کفار چې دي اهل کفر چې دي الله هغوی ته د ایمان د راوړو ذریعه وګرځئ الله هغوی خپل طرف ته رجوع کړي الله خدای د هغوی رجوع خپل طرف ته وګرځئ الله د هغوی زړونو کې د ایمان جذبه راولي د ایمان د راوړو جذبه راولي الله څومره مسلمانان چې بار ملکونو کې مسافر دي د هغې د میندو پلارانو به څه حالات وي الله د ټولو مسافرو نګهبان شي الله د ټولو مسافرو نګهبان شي دعا وکړئ زمونږ تبلیغ والارونه تشکیلونه شوي دي بار ملکونو ته نورو ځایونو ته الله روغ رمټې خدای راولي الله د مجاهدینو حفاظت فرمایي الله هغه مسلمانان چې کافرانو سره په جیلونو کې پراته دي الله د هغې مسلمانانو په حال ورحمېږي الله کریم خدایا څومره بیماران الله په دې بیماری مبتلا دي الله ته ورته روغ صحت ور نصیب کړي د دې بیمارونو علاوه الله نور موږ سره په شوګر نور د زړونو بیماری دارنګ د کینسر بیماری چې څومره دي الله ټولو دوستانو ته سره زمونږ
کنا شفای کامل عاجله نصیب کی او د دې وبای امراضونه منګه وساتي امت مسلمه ته نه وساتي الله سمره اسلامي ملکونه دي خدایا پاکستان افغانستان عراق الله شام سمره اسلام ملکونه الله سعودي عربستان چې زموږ حرمین شریفین به موجود دي الله خدای سمره اسلامي امارات دي دوبۍ سمره کویت او سمره ملکونه چې دي الله فلسطین کشمیر الله اسلامي ملکونه خو شاه زموږ د ملک سره نږدې لګیدلي ملکونه الله ټول خدای دی وبای امراضونه بچو ساتي الله کریمه په کفري ملکونو کې سمره مسلمانان دي په یورپ کې دي الله امریکا کې چین کې الله ټول مسلمانانو ته الله نجات ور نصیب کړي او الله سمره کافران چې دي خدای دا غوي د ایمان دروړو ذریعہ وګرځي الله زمون او د ټولو سمره مشران چې وفات شوي قبرونه الله د ټولو منور معطر کړي یا الله د جامع محمدیه زنګری نهر الله د دې مدرسې او د دې خانقاه الله د دې درسګاه الله جو سمره مریدان دلته دي سمره شاګردان دلته دي الله سمره مدرسین او متعلقین دلته دي مدرسې معاونین دي دلته دي او بار ملکونو کې دي الله د ټولو خوشحالي نصیب وګرځي الله مونږ ټول د کامل ایمان په دولت باندې خاصه کې الله زمونږ او د دې ټولو بچی نیکان صالحان کې خدای دا چې سمره تا تنا سستا پکور کې یا الله خدای دې پزړه باندې الله غمجن دي یا الله خدای دې بیمارونه بچو ساتي الله یا رب یا ارحم الراحمین خدای مونږ نه د اسپیټال جوړیو الله نه د ډاکټر د خودنیو خدای مونږ ځان ته وړو نشو پیدا کولای الله مونږ په اسپیټال کې ځان له علاج څنګه کو خدایا ته مو د اسپیټالونو وساتي الله خدای ته د داسې بیمارونو وساتي الله خدای داسې بیماری الله چې بدرنګ ده خراب ده خلق ته نزان بچ ساتي یا الله مونږ ته نه بچو ساتي الله انسانان مسلمانان ته نه بچو ساتي الله کریم خدایا زمونږ د ټولو په حال ورحمېږي الله واړو واړو بچي الله کورونو کې خدایا هغوی ناست دي جاړي هر ماشوم سره غم دی فکر دی سپینګیري سره غم دی الله زنانو سره غم دی خدایا الله د ټولو مسلمانانو الله د ټولو ګیرو ځوانانو الله په شمول زمونږ د ګناهګارو الله مونږ ټول د داسې وبایي امراضونه بچو ساتي نورو بیمارونو مو بچو ساتي الله هر وخت د خپل محبوب په سنتو برابر زندگی را نصیب کړي الله د بدعات او شرکیاتو نه مو ساتي رسوماتو نه مو ساتي د امت منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي الله مسلمانان خپلو کې متحد او متفق کړي الله مونږ له دعا چل ناراضي محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې څومره د وبایي امراضونه الله امت لپاره د نجات دعاګانې غوښتي الله مونږ ټولو ته پوره حصه را نصیب کړي الله د کومونه نجات غوښتي پوره حصه را نصیب کړي الله مونږ د هر قسمه عذابونو نه وساتي الله زمونږ د دې ملک او څومره اسلام ملکونه چې دي خدای مونږ غریبانان یو مونږ مخکې هم قرضدار یو الله خدای مونږ به د خپلو او رعیت د دې قوم زمونږه الله چې هغه څومره دي په دې ملک کې اوسېږي خدایا د دې ټولو په حال باندې ورحمېږي الله حکومت چې کوم تدابیر نیولي د مسلمانانو دپاره د انسانیت د بچاو دپاره نیولي خدایا زمونږ د ټولو ته په خپل فضل و کرم سره د دې بیمارۍ نه الله بچاو نصیب کړي مونږ ته نه بچو ساتي الله مسلمانان ته بچو ساتي پاکستان ملکو او نور اسلام ملکونه ته نه بچو ساتي الله زمونږ د ملک په قرآن او سنت خسته کړي الله د ټولو په آخر وخت ځن کدن کې زمونږ دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله